السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. فيديو النهاردة جميل جدا، هنعمل مع بعض الفطير المشلتت في الطاسة. في الطاسة يا شيماء؟ أيوة في الطاسة، هنعمل فطير مشلتت في الطاسة وهيطلع معاكي زي اللي بيتعمل في الفرن بالظبط، وهيبقى معاكي أحلى كمان ونفس الطعم تقريبا، وبجد في منتهى الجمال ومش هياخد معاكي وقت نهائي، وبجد رهيب جدا. المكونات معانا بسيطة جدا، يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليهم رشه من الملح، وهحط كوبايه من الميه، وهشغل العجان بقى وهبدا ان انا اعجن بالشكل ده. هنبدا اول حاجه نحط كوبايه الميه، وبعد كده بقى تدريجي نزود الميه لحد ما العجينه معانا تبقى بين اليابسه وبين الطريه. تمام، بس مايله اكتر للطريه. تمام، هبدا ان انا اهو ازود ميه بالشكل ده. الاضاءه مش عارفه اكملها، هزود بقى ميه بالشكل ده. انا ضفت كوبايه ونص من الميه، توتال الميه اللي عجنت بيها نص كيلو دقيق كان كوبايه ونص من الميه. تمام، وهسيب بقى العجان يعجن فيها كويس جدا. طبعا ممكن تعجنيها على ايدك، مفيش اي مشكله خالص. شايفين ما شاء الله اتلمت ازاي وبقت جميله؟ احنا عايزين نعجن فيها لحد ما تكون طريه تماما. هنا هوريكم قد ايه عملت عرق ما شاء الله، شايفين؟ وكمان لما ترتاح بتعمل عرق اكتر. هفضل بقى اعجن فيها لحد ما تنعم معايا تماما، وتبقى بقى بالشكل اللي هتشوفوه حالا. شايفين قد ايه العجينه طريه وجميله جدا وملمومه وحلوه قوي. تمام، هبدا بقى ان انا اخدها بالشكل ده واكورها كويس، واحطها معايا في البوله اللي انا عجنت فيها بالشكل ده، واغطيها بستريتش واسيبها ترتاح لمده 10 دقايق. استريتش او اي كيس بلاستيك عندك. بعد كده بقى رشيت على الرخامه رشه بسيطه جدا 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 من الدقيق، احنا مش عايزين العجينه تنشف معانا. تمام، ورشه كمان على الوش حاجه بسيطه قوي، وابدا ان انا افردها بالنشابه كويس جدا بالشكل ده. هتفرديها كلها بالنشابه؟ ايوه، امشوا بس معايا على الخطوات هيطلع معاكم مورق وحلو جدا. هتفرديها كويس جدا بالشكل ده، ولو لزقت معاكي على الرخام عايزه اقولك ان هي بتتشال بكل سهوله، ما تقلقيش يعني. معايا هنا دي كوبايه من الزبده على السمنه، وممكن زبده بس مفيش مشكله، وممكن زبده على زيت او سمنه على زيت مفيش مشكله خالص. هي المفروض ان هي تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، بس عادي هي ساحت معايا فمفيش مشكله، هي مجرد ان هي دابت بس مش اكتر، يعني هي مش سايحه. تمام، هبدا ان انا اوزعها على العجينه بتاعتي بالشكل ده. هي مجرد بس ما تكون طريه بتبقى اسهل معاكي في اللف، لكن وهي سايحه كده برضو مفيش مشكله خالص. هبدا ان انا الف وادخل السمنه جوه العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بتتشال معايا العجينه من على الرخامه بكل سهوله. هخلص بقى ان انا الفها رول، وبعد كده هبدا ان انا اقطعها قطع متساويه بالشكل ده. تمام، وبعد كده بقى هغطيهم واسيبهم يرتاحوا 5 دقايق مش اكتر. هاخد اول واحده بقى وهبدا ان انا افردها حاجه بسيطه، واحط فيها معلقه كده من الزبده او السمنه، وابدا ان انا اقفلها واعملها كوره بالشكل ده اهو. واحده تانية هفردها بتتفرد معانا ما شاء الله بكل سهوله، لان العجينه معانا طريه وحلوه وكمان ارتاحت كويس جدا. واقفلها بقى كوره بالشكل ده، واخلص كل الكميه، وبرده اغطي بالكيس عشان ما تعملش معانا قشر على الوش. واخد اول واحده فردتها، هبدا ان انا افردها حاجه بسيطه، سمكها طبعا حسب ما انت حباه، رقيها او سميكه مفيش مشكله خالص. تمام، بعد كده بقى معايا هنا طاسه على النار سخنتها كويس جدا، هحط فيها شويه من السمنه، لازم سمنه بلاش زبده عشان الزبده معاكي هتتحرق. تمام، وبعد كده احط فيها كرة العجين اللي انا فردتها، واغطي عشان تستوي معانا، واسيب درجه الحراره على درجه حراره متوسطه، ومن وقت للتاني هقلب فيها عشان معانا تاخد لون حلو. تمام، بالشكل ده اهو. هبدأ ان انا اقلبها تاني. عايزه اقول لكم ان هو بينفخ وبجد بيورق وبيبقى حلو جدا، مقرمش من بره وطري من جوه، في منتهى الجمال. ما شاء الله حلو قوي. شايفين واخد لون جميل ازاي؟ اللهم بارك. هبدأ بقى ان انا اطلعها، وعلى طول احط واحده غيرها، لازم سمنه بلاش زبده. تمام، عشان الزبده تتحرق معاكي. هخلص بقى كل الكميه، وما شاء الله عايزه اقول لكم في منتهى الجمال، اتاكل اكل كده وانا بعمله. عايزه اقول لكم حلو جدا فوق ما تتخيلوا، جربوه بالطريقه دي ان شاء الله يعجبكم جدا. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. هنا بقى اكلته مع عسل اسود، ممكن مع جبنه قديمه، ممكن مع عسل ابيض، ممكن مع صوص فراوله او اي صوص عندك، هيبقى حلو قوي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.